فكر تعمل مصدر دخل اونلاين جنب شغلك الاساسي او دراستك لو انت لسه طالب. فانا النهارده جاي اقول لك كل اللي انت محتاج تعرفه علشان تحقق الهدف ده وتبني مصدر دخل يوصلك لاول $1000 اونلاين. بس قبل ما اقول لك الاستراتيجيه اللي المفروض تمشي عليها علشان تحقق الهدف ده خليني الاول انبهك لحاجه مهمه جدا تقدر تعتبرها تهيئه عقليه للمشوار اللي هتبداه، زي ما بتهيئ الارض والتربه قبل ما تغرس فيها البذره. لازم تعرف إن الفلوس هي طاقة تبادلية، يعني بتجيلك بكل الطرق قصاد حاجة تانية. يعني إيه؟ يعني علشان شخص أو شركة تديك فلوس فلازم تعطي أنت شيء ما في المقابل، وكل ما الشيء اللي أنت هتعطيه في المقابل ده كان متخصص أكتر، يعني مش أي حد يقدر يعمله، أو كلما كنت محترف أكتر في تنفيذه، أو كلما كان بيحل مشكلة بيعاني منها شخص ما، أو بيوفّر عليه وقت أو جهد أو فلوس، كل ما زادت قيمة ومقدار المال اللي بتحصل عليه في المقابل. وده ينبّهك لنقطة تانية مهمة، ألا وهي إن مش شرط علشان تعمل فلوس كتير إنّك تشتغل كتير، ولكن إنّك تكون في مستوى احترافي أو متخصص. طيب خلّينا نتخطى التمهيد العقلي ده، ونبدأ نتكلّم عن إزاي فعلًا تعمل فلوس أونلاين. بس قبل ما نبدأ خلّيني أقدّم لك الراعي الرسمي للفيديو ده، وهي أكاديمية الدخل المتكرر. أكاديمية الدخل المتكرر هي منصة ومكان بيجمع كل اللي أنت هتحتاجه في رحلتك لتحقيق أول $1000 أونلاين، لأنها بتحتوي حاليًا على 9 كورسات وبيزيدوا باستمرار. ده غير إنها بتتيح ليك العديد من المنتجات الرقمية اللي تقدر تستخدمها في التطبيق العملي للكورسات اللي موجودة على المنصة، أو تقدر تعيد بيع المنتجات دي علشان تكسب منها. الأكاديمية هي مش مجرد مجموعة كورسات وخلاص، لأ هي عبارة عن كورسات وأدوات ومنتجات رقمية وكوميونتي خاص بالأعضاء يقدروا يشاركوا فيها كل الأسئلة وتواصلوا مع بعض ويتعلموا مع بعض. وأنا شايف إن دي أهم ميزة في المنصة بصراحة، فكرة الكوميونتي وفكرة إنك معاك حد بيشجعك وبتعرفوا من بعض كل حاجة في طريق الوصول لأول $1000 أونلاين. دي فكرة قوية جدًا، ده غير طبعًا إن بيكون في لايفات كل شهر، والأكاديمية متوفرة على أبلكيشن للموبايل متاح للأعضاء. هاسيب لكم لينك الاشتراك بخصم محدود جدًا ولفترة محدودة في الديسكريبشن. دلوقتي خلّينا نرجع للسؤال الأهم، أبدأ منين؟ والإجابة على السؤال ده بيعتمد على وضعك الحالي، أنت فين دلوقتي وإيه هو مستواك؟ هل أنت مبتدئ تمامًا، ما عندكش خبرة أو ما عندكش مهارة واضحة، والّا عندك مهارة بس مش عارف تعمل منها فلوس؟ خلّيني أفترض معاك الوضعين بما إن بيشوف الفيديو ناس كتيرة في مستويات مختلفة. فلو أنت مبتدئ تمامًا فأنت محتاج الأول تختار مهارة واحدة تتعلمها وتمارسها لمدة 3 شهور على الأقل. مهارة زي كتابة المحتوى، الترجمة، التصميم، تعديل الفيديوهات، التسويق الرقمي أو التسويق الإلكتروني، واحتراف عمل إعلانات مدفوعة، وغيرها كتير من المهارات اللي موجودة دلوقتي ومطلوبة في سوق العمل وهتكون مطلوبة في السنوات اللي جاية. فرص الربح والعمل في المجالات والمهارات دي بتزيد وتقدر تعملها من البيت، ودي الميزة الأهم. وهنا بيقابلك سؤالين، السؤال الأول هو أتعلم إيه؟ والإجابة هو اتعلم حاجة أنت بتحبها أو بتميل ليها، ده علشان تقدر تستحمل ضغط تعلُّمها لفترة طويلة بدون ما تزهق أو تسيبها بعد فترة. اختار حاجة عندك شغف ليها بمنتهى البساطة. السؤال التاني هو أتعلّم منين؟ والإجابة على السؤال ده يعني هتبدأ باستغراب للسؤال نفسه، وبعدين هاقول لك إن الإنترنت مليان مصادر مجانية ومدفوعة لتعلُّم كل حاجة وأي حاجة ممكن تتخيّلها. عندك يوتيوب، كورسيرا، يوديمي، أكاديمية الدخل المتكرر، أو أي حد خبير بيقدّم محتوى أو كورس عن المهارة اللي أنت بتدوّر عليها، المهارة اللي أنت اخترتها وعايز تتعلّمها. المستوى التاني هو إنك عندك مهارة بالفعل ومحترف فيها، لكن أنت مش عارف تبيعها أو تعمل منها فلوس، وهنا بيأتي ضرورة التسويق الشخصي، أو كما هو معروف دلوقتي الpersonal branding. وده اللي هتعمله من خلال إن يكون عندك قائمة بمشاريع أنت اشتغلت عليها ونفذتها قبل كده، بورتفوليو يعني أو سابقة أعمال، وبعدين تعمل محتوى له علاقة بالمهارة دي، معلومات عنها، تريكات فيها، أسرار مش منتشرة عن المهارة دي،
إنك تشيّر وتكتب وتشارك نتائج لشغلك. ممكن تعمل ده بشكل مكتوب على هيئة مقالات أو بوستات، أو بشكل مصوّر على هيئة reels وفيديوهات. وبعد كده تبدأ تتواصل مع العملاء المحتملين وتعرض شغلك عليهم، وده بيكون من خلال المنصات زي LinkedIn، خمسات، Upwork، Fiverr وغيرهم كتير. ده غير إنك تقدر تجيب عُملا كتير جدًا من السوشيال ميديا زي إنستجرام وفيسبوك وتيك توك. الوصول لعميل يطلب منك شغل مش صعب أبدًا، طول ما أنت شغلك احترافي وكويس وسعرك كويس في البداية. طيب لو أنت ما عندكش مهارة عملية ولا حابب تتعلم مهارة محددة بشكل مباشر، هل ما تقدرش تعمل فلوس أونلاين؟ الإجابة لأ، تقدر طبعًا، بس ده بيعتمد على اهتماماتك أنت. يعني لو أنت شخص رياضي أو قارئ أو عندك اهتمام بالزرع والنباتات مثلًا، فتقدر تعمل فلوس من اهتماماتك دي من خلال إنك تعمل محتوى على يوتيوب تشارك فيه روتينك ومعلوماتك، وهيبقى عندك مصدر مباشر للدخل من خلال إعلانات اليوتيوب، ومصدر تاني من خلال التعاون مع شركات أو رعاة للمحتوى اللي أنت بتقدمه. ده غير الناس اللي هيتواصلوا معاك علشان ترد على أسئلتهم وتساعدهم في مقابل مادي، اللي هي الاستشارات المدفوعة يعني. مش حابب أعقد الموضوع أو الفيديو ده أكتر من كده، وحاولت إن أنا أخلّيه بسيط بقدر الإمكان. في النهاية خلّيني أقول لك إن إحنا دلوقتي في أكتر وقت سهل إنك تعمل فلوس أونلاين بأقل جهد وأقل وقت. الفرص فعلًا كتير والفلوس كتير، والناس أو الشركات مستعدة تدفع فلوس مقابل حاجة أنت بتعرف تقدّمها أو بتعملها وهُم محتاجينها. الشركات والناس دول أكتر مما تتخيل، ولذلك أنا مش عايزك تضيّع أي وقت أو أي فرصة في إنك تستخدم عقلك، وتستغل وقتك ويومك علشان تطوّر من مهاراتك وخبرتك وتبدأ تعمل منها فلوس. أتمنى يكون الفيديو ده أفادك، وأشوفك الفيديو اللي جاي. سلام.